مرحبا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ رجعت لكم انا حياة بوصفة كيتونية جديدة. وصفة اليوم رح نعمل مع بعض خلية النحل، ولا قطرة من هيك ولا ألذ من هيك. فعلا كتير كتير العجينة طرية وطيبة، ولا حتفرق معكم شي عن خلية النحل الأصلية اللي انتو بتعرفوها، غير انه بمكونات كيتو دايت. خلينا نشوف مع بعض شو بنحتاج لهي الوصفة. اول شي رح اعمل عجينة الكيتو دايت اللي عملتها بخبز الفوكاتشيا اللي قبل هاد. العجينة كتير كتير ناجحة، وإن شاء الله رح تعجبكم. عجينة طرية ما بتلبكم بالعجن، وبتطلع كتير كتير هشة وطيبة، وبتدوب بتتم ذوبان. مثل ما لكم شايفين عجنت العجينة. بعدين طبعا كل ما لزقت بايدي شوي كنت بل ايدي بشوية مي. بعدين رح صير اخذ من العجينة قطع صغيرة، بل ايدي بشوية مي طبعا لحتى يسهل علي تكوير العجينة. وبعدين بعد ما اكورها بحشيها بالجبنة، جبنة الكاشكافال اللي حطيتها بالفيديو السابق. كمان الجبنة كتير كتير طيبة بالخبز، وبتدوب بقلب الجبنة، وعن جد كتير طيبة إذا جربتوها إن شاء الله. هلأ بدهن الكرة أو الطابة اللي أنا كورتها، بدهنها بشوية مي، وبرجع بشكلها هيك لتصير معي طابة نظامية. برجع بعمل وبعيد نفس العملية لحتى تخلص عندي كمية العجينة كلياتها. طبعا الوصفة كتير كتير سهلة، وما بتحتاج لوقت أبدا ولا لجهد، يعني بنص ساعة بتكون معكم خالصة بإذن رب العالمين. طبعا هاي الفكرة خطرت لي وأنا عم بعمل عجينة الفوكاتشيا. على قد ما عجبتني العجينة فعملت العجينة نفسها وعملت فيها خلية النحل، وانتو كمان إن شاء الله إذا جربتوها رح تعجبكم. مثل ما لكم شايفين رح أضبط أنا شكل الطابة، عم بدهن ايدي بشوية مي وارجع كورها. بعد ما خلصت الكرات كلياتهم وخلصت العجينة، دهنتها بشوية زيت زيتون على الوش. وبعدين رشيت عليها شوي من حبة البركة والسمسم. هلا بتركها لتتخمر يعني حوالي 10 دقايق ربع ساعة، مو اكتر من هيك. وبغطيها طبعا بكيس نايلو افضل. بعدين بعد ما ارتاحت عندي بشيل كيس النايلو. طبعا انا هون محمية الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. بدخل الصينية على الفرن، على الرف اللي قبل الأرض بشوي، يعني الرف اللي قبل الأخير، مو على الأرض تمام، قبل الأخير بشوي. هيك بتستوي عنكم بنفس الوقت من فوق ومن تحت، بتطلع عنكم جاهزة. العجينة ما أخذت وقت وكتير كتير طرية. طبعا عم تقولوا لحالكم ليش هيك مالها نافشة مثل العجينة العادية؟ طبعا لأنه ما فيها جلوتين، بس هي الطعمة نفسها ذاتها ولا بتختلف عنكم، والطراوة ولا لذ من هيك، وكتير كتير ناجحة إن شاء الله رح تعجبكم. طبعا مثل العادة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير للفيديو والاشتراك بالقناة. بحبكم كتير، بشوفكم بالوصفة الصحية اللي بعدها. باي باي.